السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ ايه، رب دايما تكونوا بالف خير. يوم جديد. المفروض ان النهارده اليوم او الفيديو ده مش هيكون عندي، هيكون عند ملك وندى. ف خلاص زي ما انتوا عارفين كده النتيجه بتاعت الامتحانات ظهرت، بتاعت الكل. النتيجه بتاعت ملك وندى ظهرت الحمد لله. المفروض ان انا كنت مستنيه ان هم النهارده هيروحوا يجيبوها عشان يفرحوني. ماشي. يعني ايه، هيصحوا الساعه 10 الساعه 11 هيجيبوا النتيجه ويرجعوا يفرحوني. تمام كده، وكنا متفقين على الكلام ده من بالليل. الساعة دلوقتي عدت 11 وعدت عدت 11 ونص داخلة على 12. فالطبيعي ان ايه، ان المفروض يصحوا بقى ينزلوا يجيبوها. محدش منهم راضي يصحى. طبعا فضلوا سهرانين بالليل عشان خاطر كانوا هيطبقوا، يعني ما كانوش هيناموا يعني وكده، كانوا هيصحوا ايه، هيفضلوا سهرانين للساعة 9 10 ويروحوا يجيبوها ويرجعوا يناموا. بس ناموا مع الأسف. فأنا بقى حبيت ان انا اعمل ايه، ان انا انزل اروح انا المدرسة واجيب اجيب النتيجة بتاعتهم يعني. وافاجئهم ان هم لما يصحوا، يعني مثلا ايه، انا هسيبهم نايمين براحتهم لحد ما يصحوا. وبعد كده اقول لهم الميس اتصلت، المدرسه يعني بتاعتهم اتصلت وبتقول ان انتوا ما جيتوش خدتوا النتيجه وتعالوا ضروري عشان هي عايزاكم. حلو الكلام لحد هنا. المشكله بقى ان النهارده لو ما راحوش جابوا النتيجه، يعني انا كان ممكن اسيبهم نايمين واقول لهم ما جبتوهاش واجيبها بكره. بس النهارده احنا مسافرين البلد. فمع الاسف لو ما جابوش النتيجه النهارده هنضطر نستنى لحد ما يرجعوا من البلد. انا عارفه ان ملك وندى ان شاء الله ناجحين، بس الدرجات بتاعتهم هي اللي هتختلف. بمعنى يعني لما كانوا بيرجعوا بالامتحان انا كنت براجع معاهم الامتحان الاقيهم مجاوبين الاجابات اللي هي كويسه وتمام التمام وهينجحوا. بس اللي هيفرق ان مثلا الماده دي ممكن يجيبوا مثلا فيها ايه، اقل نمرتين تلاتة، اقل خمسة نمره مظبوطه. فاهمين قصدي؟ فانا كنت من كام يوم عند بتاع الدهب، كنت بديله يعني الفلوس اللي كان عايزها مني وكده. وانا هناك اخترت هديه لكل واحده منهم. يمكن اللي كانت عارفه ان انا جبت لهم حاجه هي ملك، بس مش عارفه انا جبت لهم ايه يعني. فالنهارده ان شاء الله عايزه بقى ايه، افاجئهم ان لما يصحوا بيلبسوا كمان اقول لهم يعني اديهم الشهاده، اقول لهم بس الشهاده اهي، اشوف رد فعلهم. وبعد كده اقوم اديهم بقى ايه الحاجه اللي انا جايبها لهم. فاهمين قصدي؟ يعني اللي هو ايه، اديهم الهديه بتاعتهم. يعني انا بعد ما جبت لهم الذهب ده افتكرت ان انا كنت قايله ان لما ينجحوا هجيب لهم في اوضتهم شاشه. يعني انا معرفش، انا فجاه كده نسيت وجبت لهم الحاجه دي. بس قلت مش مشكله، كده كده لو احتجتهم انا هاخدهم منهم تاني. تمام. فالنهارده بقى دلوقتي انا هحضر فطار، يعني فطار ليا لان هم مش هيصحوا دلوقتي. هفطر عشان انا باخد العلاج بتاعي مع الفطار. وبعد كده انزل بقى اروح اجيب النتيجه وارجع افرحهم وافرحكم معانا ان شاء الله. ونشوف هنتغدى ايه كده، اي غدا سريع. وبعد كده نتكل على الله بقى نسافر البلد. استنوا بقى مننا ان شاء الله فيديوهات حلوه قوي في البلد وخروجات وبقى وبسات ان شاء الله باذن الله. فيلا بقى كده اليوم بتاعنا باذن الله، اليوم هيكون حلو. عايزاكم بس في الاول ان انتوا تدعوا لطلبه الثانويه العامه اللي لسه اصلا ممتحنوش. ربنا معاهم يا رب، وربنا يا رب يعديها على خير معاهم، لان معظمهم يعني انا عارفه متوترين وشايلين الهم وتعبانين كمان بسبب الامتحانات وضغط الامتحانات. ادعوا لهم يا جماعه ربنا يهونها عليهم، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق للكل يا رب. يلا بقى كده نقوم نفطر، وبعد كده ننزل نجيب النتيجه بتاعتنا ونشوف بقى رد فعل ملك وندى ايه. يا رب يكون الفيديو حلو، واليوم بتاعنا لسه مخلص، يعني لسه بدري، احنا لسه في اول. يلا بينا. حضرت فطار ليا، حطيت جبنه قريش وسلقت بيضتين وشويه جرجير. وهشوف بقى العيش بقى، هاكل الرغيف ده او الرغيفين يعني على حسب ما انا قادره يعني. بس كده ده الفطار بتاعي. يلا بقى ننزل نجيب النتيجه بالمره بسرعه قبل اليوم بتاعنا ما يضيع. الحمد لله جبت النتيجه بتاعت الاتنين ودرجاتهم كويسه والحمد لله. نروح بقى ونتكلم فوق لان هنا في دوشه وفي زيطه. يلا بقى نطلع على طول. صباح الخير. هو انا يعني عشان خاطر اصحيكوا لازم اقول لكم قوموا؟ ما ينفعش تقوموا لوحدكم من غير ما اصحيكوا؟ طيب انتوا جاهزين نروح فين؟
هتروح المدرسه ليه؟ تجيبونا انت بك حاطه ايدك على خدك ليه؟ طيب انت من رايك عايزينكم في المدرسه ليه؟ ندى عايزينكم في انا المدرسه مش ليه؟ عارفه. انت عارفه؟ انا عارفه. يبقى في حاجه. انا قلت لصاحبتي طيب قالت لي يعني انا عايزه كل واحده منكم كده يعني تخمن هي جابت كام. لا. لا، في التخمين مش بعرف. لا جربوا. بصي، امم مقفله في الرياضه، امم ناقصه درجه في الدراسات عشان كان في سؤال في ايه خلاص عايز 6 اجابات وانا بعدين. الدراسات انا قلت ناقصه درجه. امم في العلوم درجه برضه. في ايه تاني؟ في ايه؟ امم انجليزي انت عوجت بقك. درجه برضه. عوجت بقك ليه؟ العربي بقى 1 2 3 4 5. ما تعديش. معرفش. طبعا مثلا النتيجه بتاعتك كويس. استنوا ورقتين اديها بتاعتها. انا مش عارفه. اديها هي لو طلعت بتاعتها هتدالك اكيد يعني. ملك ندى في حاجه من غير مش لازم تقولوا درجات. لا مش لازم تقولوا درجات. قولوا بس ايه انتوا. يا رب يستر. انا خايفه اطلعها. طيب هقول لكم حاجه. اولا انتوا نجحتوا الف 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 مبروك انتوا الاثنين. تمام. وانا كنت محضره لكم الهديه عشان عارفه ومتاكده ان انتوا نجحتوا. خبيها فين؟ خد يا ملك. مفيش شهاده ملك لا دي مش بتاعتي. مفيش شهاده تقدير. ما انا بقول لها ليه ما فيش شهاده دلوقتي قالت لي ما فيش المره دي. ندى اللي انت عايزه تعرفي انا جايبه لك ايه. جايبه لك ايه رايكم في المفاجاه دي؟ خلاص بقى انتوا خدتوا الشهاده فهتسيبوني بقى كده اركنوني على الرف. طب انا عايزه كل واحد يقول لي رايه في الهديه ايه. لا. بصي ايوه اقلبيها كده عشان تبان كده. هو انت كده قلبها هات انا عادل هاتي. مش كده اقلبيها للناحيه التانية يا ندى. للناحيه التانية. كده. ايوه بس كده. او ماي جاد. سلسله وخاتم. وانا خايفه. مقاسه مظبوط. طب انا اطلعها ازاي؟ تمام. انا كنت جاهزه عشان اروح. يعني انا غلطانه. هاي. انا عايزه اقول لكم ان من امبارح ندى عماله تقول انا مش عايزه اروح اجيب حاجه وهاتيها انت. اديني جبتها لكم. مبسوطين. انا فضلت اصحيكم الصبح وفي الاخر ما رضيتوش تقوموا. رحت انا نازله لوحدي كده على الظهر وجبتها. ايه رايك يا ندى؟ هبقى اعدلها لك انت مش عادلاها. طبعا الدرجات بتاعتكم الحمد لله اتحسنت عن السنه اللي فاتت. نقصتوا شويه بس مش كتير زي كل سنه. الف مبروك وان شاء الله السنه الجايه تبقى احسن من اللي فاتت واحسن. ايه ده انت لابسه كده ليه؟ مبسوطه؟ ماشي. كان نفسي اجيب لك حاجه اكبر من كده بس على قدي بقى. نجح منقول للصف الثالث الاعدادي. وانتي للصف الكام؟ ليه خايفه ليه؟ طول ما انتي بتذاكري ما فيش حاجه اسمها خايف دي. ناجح ومنقول للصف الاول الاعدادي. يلا الف مبروك بقى ويلا بينا نقوم عشان خاطر ورانا مشوار وانتوا عارفين احنا رايحين فين. هنتغدى بقى قبل ما ننزل وده كان الغدا سريع وما خدش وقت وقلنا بقى نتغدى بسرعه وننزل على طول. المفروض ان ده كشري اسكندراني والصلصه بتاعته بقى والبصل وبيض مدحرج. اتفضلوا معانا بقى كده اكله سريعه وبألف هنا يا رب. يلا بقى عشان خاطر عندنا سفر.